في فصل جديد من مسرحيات النظام العسكري الجزائري، عادت طغمة المرادية إلى لعبتها القذرة المعتادة، مهددة الجارة موريتانيا بشكل علني عبر مرتزقة البوليساريو، وذلك بعد خروج مشروع معبر جديد إلى العلن يربط المغرب بموريتانيا عبر مدينة سمارة. هذا المشروع الذي يعد جزءاً من الرؤية الملكية الطموحة لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، فضح بشكل صارخ ضعف الجزائر وسقوطها المدوي في مستنقع العجز الدبلوماسي والجبن السياسي. البشير مصطفى السيد، صوت الجزائر المتخفي في عباءة البوليساريو، لم يتوانى عن إطلاق تهديدات صفيقة ضد نواكشوط، واصفاً المشروع بأنه تهديد للجبهة. هكذا يفضح هذا المرتزق في وضح النهار حقيقة كون البوليساريو ليست سوى أداة بيد كبرانات الجزائر يحركونها وفق أهوائهم، بينما يختبئون خلف ستار من الجبن والخيانة. التهديد الموجه لموريتانيا يعد إفلاساً أخلاقياً وسياسياً، يكشف أن الجزائر لم تعد قادرة على مواجهة الواقع، فعندما يعجز أحفاد الحركة عن مواجهة المغرب يتحولون إلى تهديد جيرانه، ظناً منهم أن هذه الأساليب ستوقف عجلة التنمية أو تضعف علاقات الرباط بنواكشوط، غير قادرين على مجاراة رياح التغيير التي بدأت تعيد رسم معالم المنطقة، بل ومتناسين أن المملكة التي نجحت في إدخال الجزائر في حصار جيوستراتيجي خانق هي أيضاً قادرة على إخراجها من قمقم التاريخ الذي كتبه العسكر بمداد النفط والغاز.